ولما جاءوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أطفال قريش، لما جاءوا به تأتي النسوة: أين أبوه؟ يقولوا له: ما له أب. صلى الله عليه وسلم يقول: ما له أب. تمشي المرأة تخلي النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تأتي مرأة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هم لما يرضعون الطفل يأخذون عليه الهدايا مو المال. الهدايا، قريش كانت ذكية، لو أنا أعطيه المال وأقول له رضع لي إياه بالمال خلاص رضعته ما رضعته مثل بعض. أما كل فترة يسوون زيارة للأطفال الرضع، نعم، ويجيبوا لهم هدايا، فتطمع المرأة بالطفل اللي عنده إيش؟ عنده أب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا أب له، فكل ما تجي مرة تريد ترخذ النبي عليه الصلاة والسلام مشان ترضع النبي عليه الصلاة والسلام تنصرف. حتى جاءت حليمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حليمة السعدية، يقول: جاءت آخر شيء فما وجدت إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الغلام عليه الصلاة والسلام، فقالت: آخذه ولن أعود إلى بني سعد وأنا ما معي طفل. أخذته، كان معها زوجها الحارث، زوج حليمة السعدية. فلما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال لها الحارث: يا حليمة، والله لقد أخذت نسمات أو نسمة مباركة. بعرف أنت لما شلتي هالطفل هذا أنا حسيت هيك بنسمات جميلة، لطائف جميلة. هذه في السير الكلام هذا الموجود إخواني. أخذت نسمة مباركة. كيف ما هي مباركة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. فأخذوه. نعم. تقول حليمة: في سنين كانت قحط، ما في لا بعشب ولا في مرعى ولا في ولا أبدا أبدا أبدا. في ذلك العام الذي أرضعت به النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أخذنا الماشية الأغنام قل نأتي إلى مكان نجد فيه الخضار ونجد فيه الزرع ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الزرع وأغنامنا تأكل ونرجع. نعم. قل حتى لما أضع محمد صلى الله عليه وسلم على صدري يمتلئ صدري حليبا، فيشبع محمد صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالنظر إلى أخيه في الرضاعة، كأنه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إجا دور أخوي بالرضاعة صلى الله عليه وسلم. أخوه عبد الله ابن الحارث ابن حليمة السعدية، اللي هو ابن حليمة السعدية الحقيقي، هو أخو النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة. قول: فآخذ أخاه، نعم، فأرضع أخاه اللي هو عبد الله ابن الحارث. نعم. بتقول: وهكذا مرت علينا يعني سنتين جميلة، عشنا بخيرات وعشنا ببركة وإلى آخر ما هنالك. تقول: وكان محمد صلى الله عليه وسلم يقطع من اليوم، يكبر بيوم بما يقطعه الصبية بشهر، يعني يكبر أكثر من الأولاد عدال شهر. تقول: ألاحظ على محمد صلى الله عليه وسلم إنه يكبر أكثر من الأولاد، يسبقهم بشهر صلى الله عليه وسلم. سمعوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسبقهم بشهر عليه الصلاة والسلام، كانت تنظر إليه. فلما جاءت آمنة بعد سنتين، هم يأخذون الأطفال، قريش يجون ويأخذون الأطفال، وين يرجعونهم؟ على بيوتهم وعلى أهلهم. نعم. تقول: فطلبت من آمنة بنت وهب اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى محمد معنا، أريد يظل معنا، شفنا عليه الخير، يعني بدي هالغلام يظل عندي. نعم. فتركتها آمنة، قالت لها: خذي. فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بشهرين، في روايات تقول، وفي روايات تقول بعد 4 سنوات. بعد ذلك بشهرين جاء عبد الله ابن الحارث اللي هو أخو النبي في الرضاعة. نعم. أسرع إلى أمي: يا حليمة يا أماه، ما بالك يا عبد الله؟ يقول: تعالي وانظري ما الذي حل بمحمد، أمسكه 2. نعم. لما شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام جاء ملكان، الله عز وجل أنزل ملكان فأخذوا النبي عليه الصلاة والسلام وشقوا صدر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخذوا النقطة السوداء اللي هي حظ إبليس في قلب النبي من الرحمة. النبي: وما أرسلناك إلا إيش؟ إلا رحمة للعالمين.
إبليس له حظ بقلب النبي، بس الله سبحانه وتعالى إبليس مخليه ليوم القيامة ما يريد له شفعاء ولا يريد له أبدا، لا محامي ولا واسطة ولا أبدا. فأرسل الملكان نعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشقوا صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا هذه إيش؟ النقطة السوداء اللي هي حظ إبليس في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت حليمة ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأت أنه يعني مبين عليه الأثر الجراحي، بين عليه سبحان الله هذا الأمر العجيب، فرأت منه عجائب كثيرة، فأخذته إلى وين؟ إلى مكة. جاءت إلى بيت آمنة، طرقت الباب، قالت: يا آمنة، هذا الغلام، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لما جئتني به وأنت طلبتي أنه يظل عندك؟ قالت: رأيت منه العجب العجاب، برضاعة محمد صلى الله عليه وسلم شفت عجب وعجاب، كثر علينا الخير وكثرت علينا البركة، نعم، بهذا الغلام الزكي.